في مرحلة انجذابك لشخص معين عشان مظهره أخلاقه إلى آخره، وقتها بقى بيحصل الإعجاب. لو حصل بقى كمان إن الإعجاب ده بيكون متبادل ما بينكم، وارد جدا بقى إن يحصل الحب. وعلشان توصلي للنقطة دي أو يحصل ده، في كام حاجة مهمة كده مهم إنك تعمليهم وتاخدي بالك منهم وتحطيهم كده في عين الاعتبار. تمام كده؟ يلا بقى بينا. ومهم جدا تتسمي بالكام حاجة اللي هتعرفيهم دلوقتي، لأنهم ببساطة يهموا الراجل جدا، لأن الحاجات دي هتشجعه وهتخليه يعجب بيكي، وإن شاء الله يحصل الحب ما بينكم ويخبط على بابكم. أول حاجة هنا روحك الحلوة. مهم جدا إنك تكوني إنسانة مرحة، مش معقدة كده ومتشائمة. إنسانة كده يعني بتحب الحياة، يعني ابتسامتك دايما تكون حاضرة على ملامحك، وتعاملك مع الناس يكون بلطف مش بعجرفة. الحاجة التانية كمان شخصيتك. مهم انك تكون شخصيتك قوية. وبقول شخصيتك تبقى قوية ليه؟ علشان تعرفي تتعاملي مع كل الظروف اللي حواليك، والنقطة دي مهم جدا ان الراجل يلاحظها فيك. ده غير كمان طيبتك وعطفك، وده هيشوفه او هيلاحظه لما يلاقيكي بتتعاملي مع الناس بالطريقة دي او معاه هو شخصيا. مهم كمان انك تكوني انسانة مستقلة بذاتك. ما بقصدش هنا انك تبعدي عن اهلك تماما او تنعزلي عنهم، ابدا، انا ما بقصدش كده. بقصد خططك لمستقبلك وتصرفاتك او دراستك هتكون شكلها عامل ازاي. وده بقى مهم للراجل علشان هيبقى عارف انك هتعرفي تديري شؤونك بنفسك ازاي. ثقتك بنفسك كمان مهمة، يعني لازم تكوني واثقة من نفسك كويس جدا. وخدي بالك هنا ما بين الثقة والغرور شعر، لان طبيعي ان الغرور حاجة مش كويسة، لانه لو لاحظ او شاف النقطة دي فيكي هيهرب على طول. الحاجة بقى اللي بعد كده هو مظهرك. أكيد كلنا عارفين إن المظهر شيء مهم جدا بالنسبة للراجل أو الست، وبنعتبرها بقى من الحاجات المهمة بالنسبة لنا. والمظهر هنا ما بقصدش بيه هو المبالغة في اللبس، يعني مش لازم إن أنا ألبس أغلى حاجة وأقيم حاجة والكلام ده، لأن الأناقة في البساطة. وبقول المظهر هنا علشان المظهر هو بيدل على شخصية البني آدم. اهتمامك بقى بنفسك هتكون من الحاجات المهمة بالنسبة لك، واللي هي بعد كده هتلفت نظره. ده غير كمان شوية حاجات بسيطة مكملة، زي سؤالك عليه وإنك تديله فرصة إنه يعبر عن نفسه أو يتكلم، وتسمعيه كويس وبلاش تقاطعيه. مهم جدا إن يشعر بكده. ده غير كمان إنك مهم إنك تحترمي أفكاره، ولما يقدم لك أي مساعدة مفترض إنك تشكريه. تمام كده؟ وصلنا لقصة بسيطة كده علشان ناخد منها عبرة. كان في بنت اسمها سارة، جميلة جدا، مفعمة كده بالنشاط والحيوية. سارة دي كانت بتتسم بالتفاؤل دايما والرضا، ومش كده وبس، كمان دي كانت بتشارك في أي نشاط اجتماعي علشان تخدم الناس. وفي يوم من الأيام سارة شافت شاب أعجبت بيه جدا. الشاب ده كان اسمه أحمد، وأحمد كان بطبيعته منعزل تقريبا عن الناس، يعني عايش مع نفسه كده، ما بيحبش يختلط بأي حد. ولكن أحمد بقى لما شاف سارة انجذب ليها هو كمان. الوضع أصبح مختلف بالنسبة لأحمد، لأن زي ما احنا عارفين إن أحمد منعزل وما بيحبش يتعامل مع أي حد. أحمد أعجب بسارة علشان شاف فيها كام حاجة جميلة جدا، زي طريقتها في التعامل مع الناس واحترامها لنفسها ولباقتها في الكلام. وحصل ما بين أحمد وسارة تعارف، وأحمد اتشجع إنه يتكلم معاها علشان عايز يعرفها أكتر، عنده شغف إنه عايز يفهمها، وده طبعا لأنه انبهر بيها لما شافها. سارة رحبت جدا، بس بالنسبة لأحمد هو كده كسر القواعد بالنسبة له. وفي يوم اتنين تلاتة أحمد اتشد لسارة جدا وقرر إنه يرتبط بيها. لما خبط على بابها أحمد بقى إنسان مختلف تماما، طبعا للأفضل. بقى إنسان بيحب الحياة زي سارة، بقى يحب الناس والطبيعة وكل شيء جميل، وده بسبب حبه فعلا لسارة. العبرة هنا من القصة دي إن الحب ممكن يغير أي حد للأفضل، وإن المرأة عموما وارد جدا إنها تكون سبب ومصدر إلهام بالنسبة للراجل. أشوفكم على خير إن شاء الله.